من الاخر مع محمد شبانه، ومساءكم دايما زي الفل. خسر الاهلي، خسر الاهلي. لعب ماتش الشوط الاولاني وحش، لعب الشوط الاولاني وحش، لكن خلينا قبل ما نتكلم على الماتش. وخسر الاهلي 2-1 من اورلاندو. تصدر المجموعه ب 14 نقطه، والاهلي الثاني ب 10 نقاط، وتوقف رصيد شباب بلوزداد كسب النهارده عند 9 نقاط عشان يصعد اورلاندو اول مجموعه والاهلي ثاني مجموعه. بس خلينا نتفق قبل كل حاجه ان الاهلي صعد لدور الثمانيه ومفيش مشكله. والماتش ده تحصيل حاصل، لكن فكرته كانت ترتيب المجموعات، واحنا كان يهمنا ان الاهلي ياخد الاول عشان يلعب تاني اي مجموعه تانيه. المجموعات كلها عندك التواني حتى الان: مولودية الجزائر هو التاني، سان داونز في المجموعه التانيه هو التاني، وبيراميدز هو التاني. فالقصه في كده ان عشان تلعب انت كاول تلعب تاني يعني. لكن وما ان انت رحت تاني يبقى هتلاعب واحد من اربعه. دلوقتي اورلاندو اول مجموعته، فالاهلي مش هيلعبه عشان كان معاه في المجموعه، هيلعب واحد من ثلاثه: يا الترجي، يا الجيش الملكي، يا الهلال السوداني. واحد من الاربعه دول اذا اكتملت النتائج وبقى الناس دي هم الاوائل. مفيش مشكله خالص يعني، على فكره يعني. خلينا الاول نتفق كده. والاهلي طول عمره في دوري المجموعات بيكسب البطوله وهو خارج بالعافيه من دوري المجموعات، عشان بس الجمهور ياخد فكره الثقه في الاهلي ان هو بيجيد ويتعملق ويقوى ويكسر الدنيا ولعيبته بتسخن في دور الثمانيه. زائد ان دور الثمانيه في نهايه مارس وفي اول ابريل، ده اهلي وزمالك وبيراميدز ومصري، الاربع انديه بتوعنا ان شاء الله يبقى هم موجودين في دور الثمانيه. خلاص الاهلي وبيراميدز صعدوا والزمالك صعد، احنا بنتكلم بس في ايه؟ بكره في المصري ان شاء الله. فمتفقين على كده ان الاهلي معودنا في اخر خمس بطولات هو بيقواش غير من دور الثمانيه. في كل البطولات كان او معظمها بيصعد بالعافيه من دوري المجموعات. فخلاص الاهلي تاني مجموعته تمام، تاهل تمام. عندك لغايه نهايه مارس دور الثمانيه واول ابريل الماتشين بتوع دور الثمانيه، وبعد كده في ابريل سيمي فاينال، وفي مايو المباراتين بتوع النهائي. الاهلي في مارس هيكون خلاص الصفقات الجديده جت والموضوع اتقفل والامور استقرت والفرقه استقرت وشكلها الفني استقر وكل حاجه استقرت، فبرضه ما فيش مشكله يعني. القلق على الاهلي مش موجود. لكن بطبيعه الحال الجمهور بيبقى عايز فرقته تكسب، ده طبيعي جدا. النهارده قلنا الراجل ضم كل اللعيبه اللي هي قويه وهينزل بقى المباراه. فعلا بدا المباراه بوسام ابو علي، وبدا المباراه مصطفى شوبير في حراسه المرمى. كان نفسي يبدا بالشناوي الماتش ده، لكن بدا مصطفى شوبير. بدا ب ناحيه الشمال كريم الدبيس، ما بداش عفوا بدا بكوكا ناحيه الشمال مش كريم الدبيس، ولعب بخالد عبد الفتاح ناحيه اليمين. كنت متوقع هاني، عشان كده بقول لكم التشكيل في الشوط الاولاني كان غريب. ولعب ياسر ابراهيم ورامي ربيعه في قلب الدفاع، ولعب في نص الملعب بعمر الساعي، ولعب بكريم ندفد، ولعب بمروان عطيه، وطبعا الثلاثه اللي قدام وسام ابو علي وقفشه وامام عاشور. دي تشكيله النادي الاهلي في هذه المباراه. لكن الشوط الاولاني الاهلي جات له فرصه او فرصتين وهم جالهم فرصه، وكان شوط عادي يعني ما فيهوش خطوره تذكر يعني. الشوط الثاني الاهلي كان افضل، لكن اتخطف جول. الجولين على فكره اخطاء دفاعيه غريبه جدا يعني. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه في الماتش ده كان عندهم مشكله. الجول الاولاني الكوره ثرو اتعمل من وراهم، وقعوا ودخل اللعيب بتاع الفرقه بتاعت اورلاندو، جاب الجول اللي هو اسمه موفو كينج. كان في الدقيقه 53 ولعبوا الكرة من تحت مصطفى شوبير وهو طالع، وجت الكرة جول عشان يتقدم 1-0. الاهلي على طول عمل تغييراته مراسيل كولر بعد الجول. خرج عمر الساعي ونزل كريم الدبيس ونقل كوكا لنص الملعب، والدبيس راح ناحيه الشمال. خرج مجدي قفشه ونزل حسين الشحات، وخرج خالد عبد الفتاح ونزل محمد هاني، والسيطره دانت للاهلي تماما. وحسين الشحات جاب جول بثرو رائع لكريم الدبيس، حطها حسين الشحات لوب من فوق حارس المرمى بتاع الفرقه بتاعت اورلاندو، وعشان الاهلي يجي يدرك التعادل او يجيب التعادل. بعد كده اللي توقعنا الاهلي يكسب فعلا، في جوال ضاعت يعني. حسين الشحات ضيع، ووسام ابو علي ضيع، وامام ضيع، فرص كانت كتير بتضيع يعني. وهم كان هجومهم على استحياء، بس كنت تحس ان في حاجه في نص الملعب
يعني هو عمل بعد كده التغييرات بتاعته في الاخر. بقول لكم خرج مروان، انا كان نفسي مروان يكمل، بس خد بالك مروان عنده مشكله، عنده مشكله الفتاء دي، وبيحاول يحافظ عليه بقدر الامكان لغايه ما يقفل معاه الموسم، لانه الفتاء ده يقعد له شهرين على الاقل بعيد عن الفرقه يعني. فوجئنا في الدقيقة 83 كورة بتتلعب بالعرض، في غفلة دفاعية، اللاعب دخل لعبها جت في العارضة من تحت مصطفى شوبير، يعني كان محتاج ينط بدري جزء من الثانية، كان يلحق الكورة أو ينط أعلى شوية في العارضة، وبترد وبيخش جilberto الفيرود بتاعهم عشان يجيب الجول التاني بدماغه، برضه وسط حراسة دفاعية لدفاع النادي الأهلي. ودي برضه حاجة غريبة جدا تخليك تستغرب. الأهلي بعد كده يعني في الماتش ده الاهلي على فكره ليه ركلتين جزاء، وفي جول جابه رامي ربيعه حسبه اوف سايد على ياسر ابراهيم اللي لعب رامي ربيعه، ممكن دي فيها شك، لكن في ضربتين جزاء، في واحده لاسامه ابو علي ما فيهاش كلام، وفي واحده لحسين الشحات ما فيهاش كلام، في واحده قبليها لحسين الشحات ماشي تمشي ان هي ما تحسبش، مع ان فيها برضو لما جت الزاويه العكسيه فيها، لكن ماشي اللي كانت على الخط ال 18 ناحيه اليمين. لكن الثانيه اللي ناحيه الشمال دي وهو داخل حسين الشحات والواد خبطه بايديه، يعني زقه بايديه دي الشمال، دي بينالتي ما فيهاش كلام، وكره وسام ابو علي بينالتي. الحكم لا حسب دي ولا حسب دي، والجول برضو اللي حسبه تسلل ده في كلام، يعني في كلام من ياسر ابراهيم، لكن في النهايه الحكم كان اداؤه الحقيقه النهارده، حكم المباراه كان اداؤه غريب ضد النادي الاهلي. ودي برضو من يعني الفار يا جماعه في افريقيا في دوري المجموعات بيضيع مجهود ناس، يعني النهارده على الاقل الاهلي يطلع متعادل ما يخسرش، حتى لو طلع تاني يعني على الاقل الاهلي ما يخسرش، وفرص ضاعت، يعني الاهلي سيطر تماما على الجيم في الربع ساعه الاخيره او تلت ساعه الاخيره، لكن المباراه انتهت 2-1 لصالح اورلاندو. وما عجبنيش قلت لكم حكم المباراه بصراحه يعني، يعني محتاج الاتحاد الافريقي ياخد باله من الحاجات دي، لان انت بتضيع مجهود ناس. الحكم الموريتاني ده اسمه بابا كارسار ما كانش كويس بصراحه يعني. يعني كنت اتمنى يبقى افضل من كده، مع انه حكم يعني زي ما بيقولوا كده حكم مخضرم يعني، لكن ده تكليف من الاتحاد الافريقي وحط الحكم ده، لكن ما كانش على قدر هذه المباراه. الاهلي خسر الماتش على غير المتوقع، يعني الاهلي الحقيقه افضل وكان ممكن يكسب هذه المباراه. آه، آه، يعني مارسيل كولر بدأ بعمر الساعي المباراه، وكنت اتوقع ان هو يعني ما يبداش بعمر الساعي. التشكيله بتاعته انا بصراحه يعني لو انا منه كنت ابدا بمحمد داني ناحيه اليمين مش بخالد عبد الفتاح، كنت ابدا بكريم الدبيس ناحيه الشمال مش بكوكا ناحيه الشمال. يعني حتى انت بتقول اصل كوكا دفاعيا افضل، طب ما هو الدبيس هجوميا افضل، ما هو الدبيس هو اللي عمل الباص اللي جه منه الجول بتاع حسين الشحات. ومحمد هاني الماتش اللي فات شفناه كان رائع، ليه النهارده لعبت في الطرفين؟ يعني الدبيس ومحمد هاني مفنشين حلوه قوي قوي الماتش اللي فات بتاع الجونه، يعني عامل جول رائع لامام عاشور كريم الدبيس، ومحمد هاني عامل ماتش رائع بتاع الجونه لما لعب. لكن في الاخر دي افكار مارسيل كولر، وبيلعب كتير خصوصا كمان في نص الملعب. نزل اكرم توفيق، يعني قبل كان الاهلي متعادل 1-1 ما عملوش حاجه، التغييرات الاخيره اللي عملها الحقيقه ما عملتش حاجه. وبالعكس ده يعني اكرم توفيق نزل مكان ندفيد، يعني لو ندفيد كان كمل كان افضل، لان ندفيد كان يعني بيزيد لقدام وكان بيساند خط الهجوم في تحركاته، عكس اكرم توفيق اللي ما كانش بيزيد ومالوش دايما، اكرم انتوا عارفين مالوش اي ميول هجوميه. الاهلي خسر المباراه، انتهى الموضوع، وخد مركز تاني، وانا بتصور ان هو يستطيع انه يكمل طريقه، مفيش مشكله مع الصفقات الجديده، مفيش اي مشكله، لكن كل الامنيات ان الاهلي كان يكسب هذه المباراه، لكن في الاخر قدر الله ما شاء فعل. بكره ان شاء الله الزمالك هيلعب مع فريق انيمبا النيجيري، والمصري هيلعب مع بلاك بولز بطل موزمبيق. المصري محتاج يكسب بلاك بولز يبقى خلصنا، لو تعادل مع بلاك بولز الزمالك على الاقل يتعادل له مع انيمبا، ماتشين في توقيت واحد احنا عارفين، على الاقل يلعب له مع انيمبا عشان خاطر المصري يضمن التاهل في هذه المباراه، ويتقفل باب باقي الانديه بتاعتنا الاربعه ان شاء الله تصعد للمباراه دور الثمانيه. خلاص الاهلي صعد وبيراميدز صعد الاثنين، ويتبقى
بكره ان شاء الله المصري الباقي اللي متبقي، الزمالك كده كده صعد مفيش عنده اي مشكله. عايز اقول كمان انه الاهلي عنده صفقات في شهر يناير، احنا لسه النهارده 18 يناير، فلسه في صفقات على الاقل. الاهلي هيجيب من 3 ل5 صفقات في انتقالات يناير، وبالتالي هيساهموا بقوه في المباريات المتبقيه لدوري ابطال افريقيا اللي الاهلي بيحاول يحافظ على لقبه فيها للمره الثالثه على التوالي، والمره الخامسه في اخر 6 سنين. ومساءكم دايما زي الفل. أهلا بكم. هنتكلم شوية عن المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي المصري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي يوم أمس السبت 18 يناير 2025، وكانت على استاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بفوز أورلاندو بنتيجة 2-1. شهدت المواجهة بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي أثرت على مجريات اللقاء. أولا، إلغاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل الضائع. سجل رامي ربيعة هدفا للأهلي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل. التحليلات أشارت إلى أن الكرة وصلت إلى رامي ربيعة من زميله ياسر إبراهيم، مما يعني عدم وجود حالة تسلل. الخبير التحكيمي ناصر عباس أكد أن الهدف كان صحيحا، وأن قرار الإلغاء كان خاطئا. وفي تصريحات للمدير الفني مارسيل كولر بعد المباراة، أعرب المدير الفني للأهلي مارسيل كولر عن استيائه من القرارات التحكيمية، مشيرا إلى أن الهدف الملغي كان صحيحا، وأن الفريق تعرض لظلم تحكيمي أثر على نتيجة المباراة. وطالب كولر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بضرورة تحسين مستوى التحكيم في المباريات المقبلة. وقال أيضا خبير التحليل هاني رمزي اللاعب السابق، أشار إلى أن الهدف الذي أحرزه رامي ربيعة كان صحيحا، وأن قرار الحكم بإلغائه لم يكن مبررا. وأضاف أن مثل هذه الأخطاء التحكيمية بتؤثر سلبا على نتائج الفرق، وتسبب حالة من الإحباط بين اللاعبين والجماهير. وكانت هناك أيضا بعض ردود الفعل من الجماهير. عبرت جماهير النادي الأهلي عن غضبها واستيائها من القرارات التحكيمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الفريق تعرض لظلم واضح في المباراة. وطالبت إدارة النادي بالتحرك لحماية حقوق الفريق في المنافسات القارية. وختاما، نسلط الضوء على هذه الأحداث، على أهمية تطوير منظومة التحكيم في البطولات الإفريقية، وضمان استخدام التكنولوجيا المساعدة للحكام لتفادي مثل هذه الأخطاء التي قد تؤثر على مسار البطولات ونتائج الفرق المشاركة. وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.